السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة كرة رياضة. في هذا الفيديو اللي غادي نتحدث فيه على الدوري الإسباني، مباريات الدوري الإسباني والترتيب. بالنسبة لمباريات الدوري الإسباني، الجولة 32 من الدوري الإسباني. أهم المباريات: أتلتيكو بلباو تعادل مع غرناطة بهدف لمثله. سيلتا فيغو انتصر على لاس بالماس ب4 أهداف لواحد. ريال بيتيس انتصر على فالنسيا بهدفين لواحد. فريق جيرونا انتصر على قادش ب4 أهداف لواحد. ثم أتلتيكو مدريد انهزم أمام ألافيس بهدفين لصفر. ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو، ريال مدريد انتصر على برشلونة ب3 أهداف لهدفين. ثم مباراة اليوم التي انتهت بفوز إشبيلية على مايوركا بهدفين لواحد. سننتقل إلى الترتيب. بالنسبة للترتيب، فريق ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني ب81 نقطة بفارق 11 نقطة عن فريق برشلونة صاحب المركز الثاني ب70 نقطة. ثم المركز الثالث جيرونا ب68 نقطة. ثم أتلتيكو مدريد ب61 نقطة في المركز الرابع. ثم المركز الخامس أتلتيكو بلباو ب58 نقطة. ثم المركز السادس ريال سوسيداد ب51 نقطة. هذا هو الترتيب. بالنسبة لأسفل الترتيب، فريق قادش المركز الثامن عشر ب25 نقطة. ثم المركز التاسع عشر غرناطة ب18 نقطة. ثم الميريا في المركز الأخير، المركز العشرون ب14 نقطة. بالنسبة للمباريات المقبلة للدوري الإسباني، الجولة 33 من الدوري الإسباني، ريال مدريد يواجه ريال سوسيداد يوم الجمعة 26 من شهر 4 على الساعة 8 بتوقيت زائد 7 بتوقيت غرينتش ليلا. ثم هناك مباراة أهم المباريات، مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيكو بلباو يوم السبت 27 من شهر 4 على الساعة 7 ليلا بتوقيت غرينتش. ثم ريال بيتيس يواجه إشبيلية يوم الأحد 28 من شهر 4 على الساعة 7 ليلا بتوقيت غرينتش. في نفس التوقيت أيضا مباراة برشلونة وفالنسيا على يوم الاثنين 29 من شهر 4 7 ليلا. هذه أهم المباريات. بالنسبة لإحصائيات هدافي الدوري الإسباني، أرتيم دوفيك لاعب جيرونا في المركز الأول ب18 هدفا. ثم جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد ب17 هدفا. أنتي بوديمير لاعب أوساسونا ب16 هدفا. ثم ألكسندر سورلوث لاعب فياريال ب15 هدفا. ثم بورخا مايورال لاعب خطافي ب15 هدفا. بالنسبة لبعض الأخبار المتعلقة بالدوري الإسباني، برشلونة بالأرقام يستمتع بأفضل نسخة من رافينيا، حيث تألق رافينيا في مباريات دوري الأبطال. في مباراة الذهاب والإياب سجل هدفين وسجل هدف. في المباراة التي أقصي فيها برشلونة من دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة ويقترب من الفوز باللقب، حيث وسع الفارق إلى 11 نقطة، وبالتالي فريال مدريد على وشك أن يحقق اللقب 36 من الدوري الإسباني. النجم المغربي يوسف النصير يتألق مجددا ويقود إشبيلية لتحقيق فوز هام على مايوركا بالدوري الإسباني، حيث تألق اللاعب المغربي يوسف النصيري وسجل هدفا على فريق مايوركا. مودريتش يفضل دكة ريال مدريد على العروض السعودية، حيث أن لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد لا يريد أن يغادر ريال مدريد هذا الموسم رغم تلقي عروض كثيرة جدا من الدوري السعودي، ولكن لا يريد.
هذه هي أهم الأخبار. تشافي لا يمكن أن نلتزم الصمت، لقد تعرضنا لأقصى درجات الظلم، حيث أن المباراة الكلاسيكو عرفت جدلا تحكيميا بالنسبة للكرة التي سجلها لامين يامال على الحارس لونين، ولم يحتسب الهدف. ثم هناك أخطاء للحكم، ولكن هذه مباراة كلاسيكو هكذا، فهي مباراة مشحونة، ولكن تشافي لم يقدم الكثير في هذه المباراة. ربما آخر موسم لتشافي مع برشلونة، وسينتقل، ربما سيأتي مدرب جديد يدرب برشلونة. هذه هي أهم الأخبار، وشكرا على المتابعة، وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.